عدوا بقى عشان احنا هنكسبكم 3، واحد بدري واحد قبل نهايه الشوط واحد في الشوط الثاني يجيب لكم جلطه ويخرجكم من البطوله. برضه احنا مصر. انت ميديم بلوك، هنقدر ازاي بقى؟ هنقدر ازاي؟ يلعب ماتش زي ماتش جنوب افريقيا. قاتله ما بحبش الجله. الغي الجله. مبروك يا عم. الف مبروك ألف يا عم. مبروك. المره اللي فاتت قلنا عدت بالستر. لا المره دي مفيش ستر، المره دي إيه؟ لا ستر كده كده، بس يعني بالستر اللي هي مش 100% ستر يعني. ماشي الحمد لله، بس انا شايف المره دي مستحق بصراحه. مستحقه ومذاكرين الماتش كويس ومحضرين كويس وفاهمين طريقه لعبهم 100% 100%. انا معاك 100%. يعني زي ما قلت لك المره اللي فاتت، احنا لو لعبنا بطريقه لعب ماتش جنوب افريقيا كانت هتفرق. احنا صوتنا بايظ. لا يا عم مفيش حاجه، عادي عادي، الناس هتتقدر اكيد، يعني كل الناس هتتقدر. الواد ده 26 ده فيلم رعب. فيلم رعب. لا بس يعني شهاده حق، قول. هاني اجاد. والله العظيم ده مش اجاد، ده يعني لغل. يعني كافو الصراحه، يعني المره دي كافو بجد. بس عندي مشكله حسن، ايه؟ ما بيسالوش دروجبا. قال له بس عندك ويضيع اول ضربه لكوت ديفوار. ما يعرفوناش يا عم. برضه تريقه، ورث صلاح ورث مش عارف مين وغرور، وكسبانين الماتش اللي فات 3 وجري وتنطيط وحركه. طب خلينا نبدا بالحاجات الغريبه اللي حصلت في الماتش وبعدين هنروح للخطه. انا هنروح للخطه. لا عادي عادي، بس اشرح عادي. صلاح مان اوف ذا ماتش. مش هنعديها انت، انا عارف. لا مش هعديها. الموضوع بقى مستفز يا جماعه. الموضوع بقى مستفز. كلم الجماعه، انا مالي. الموضوع بقى مستفز. بس انت شايف مين كان يستحقها يعني؟ مرموش 100%. مرموش 100%. ولو هزيل مرموش في الحسبه، انت معاك باكين بصراحه عملوا ماتش. انا والله لما فتوح بيصعب عليا بدون مقاطعتك يعني. فتوح بيصعب عليا ان هو بيعمل ماتش ويعني الكوره مش غلطته وخدها هو في الاخر. يعني الجون اللي دخل بس عادي يعني، ما حسيتش ان حد بس شايل له ماتش. ماشي. ابتدينا النهارده 5-2-1-2. مش 5، هي 5-3-2 بس بتقلب 5-2-1-2. واحيانا بتبقى 6. اللي اختلف، ايه رايك في ان هو بدأ النهارده بحسام؟ حسام شال كور عليه كتير. 10/10. ايه رايك في ان هو بدأ بامام عاشور؟ بص ما عنديش اجابه يعني. هو المشكله ان هو عمل حاجه. هو الاسيست، بص زي ما قلت لك الحلقه بتاعت مروان عطيه بتاعت بنين. انا عملت جبت جون وعملت اسيست. لا يا عم ده بس والله لا، يعني مروان عطيه تحسب له ساعتها. هو تمام. كان سيء انت النهارده 45 دقيقه انت تحليق ضغط محمد هاني. الجنب بتاع محمد هاني كان عليه ضغط كبير بسبب ان صلاح ما بيرجعش بطبيعه الحال. 3 تغييرات. حسام ما كانش 3. حسام وامام على الماتش اللي فات خرج. بدا بحسام وطلع زيزو. اسمه ايه ده؟ ابراهيم عادل ما بداش بيه. ابراهيم عادل اللي هو مكان تريزيجيه يعني. ما هو طبيعي يا ما طبيعي حسن. ليه؟ هو للاسف هو مش للاسف، هو برضو انا برضو بديله كريدت في الحته دي. هو ذاكر المنافس وعارف قدراته. انا بص يعني كابتن حسام كان في شك حواليه هو فاهم ولا مش فاهم، بس هو الاكيد اللي احنا متاكدين منه يا جماعه كلنا ان كابتن حسام عارف يلعب الماتش بالطريقه اللي انا بنهكش لعبتي بدنيا حتى لو اخش 120 دقيقه، وفي نفس الوقت مقلل الخطوره. لان الجونين النهارده مش جوان كورات مفتوحه يعني، بترقص وبتعدى. طبعا انت عارف، انا عارف انت الشناوي. لا الشناوي كان ده واخد دور غاليه النهارده. ماله الشناوي يا عم؟ لا بجد صعب. هو انت مجبر كل يوم كل ساعه كل ماتش الشناوي لازم ياخد خطوتين؟ خطوه يا صاحب الخطوه، تعبتنا من خطوتك والله. تشيت يا اسطى. احنا كسبنا ازاي النهارده يعني؟ كسبنا. بص احنا كسبنا زي ما انا قلت في اول الحلقه. هو مجرد ان احنا كسبنا زي ما لعبنا جنوب افريقيا. مصر كانت بتعمل ايه؟ مصر قرت اللي حصل في ماتش بوركينا بالظبط. هم اول حاجه بيعملوها اول ما بيقطعوا الكوره يرموا على الوينج عمياني. تمام. فتوح النهارده كان بيسمع ان في كوره راحه للباك، يسمع ان في كوره يجري هاني نفس اللقطه بالظبط. انت شلتهم. هم كان كل لعبهم كل الماتشات اللي فاتت كان بيلعبوا على ان هم يهاجمون الناس من الجناب. تمام. ومصر كانت اصلا بتعمل العكس. يعني مصر كانت على طول مأمنه العمق. جت في الماتش ده هي كابتن حسام بصراحه قرا النقطه دي. فلعب على ايه؟ انا هقفل الجناب خالص. فبقى مجرد الباص بيطلع يقابل من قدام، ولعب على طول ميديم بلوك. لو انت خدت بالك هتلاقي ان اللحظات اللي كان فيها ضعف شويه اما كنا بنرجع لورا زي بوركينا. زي بوركينا لما رجعت. صح زي بوركينا بالظبط، عندك حق. فهو كل الموضوع ان انت النهارده قفلت على كل مفاتيح اللعبه بتاعتهم. هم بيطلعوا على الوينجين
انت كنت بتعمل دبل اب على اي وينج. فاهم. بصراحه اللقطه اللي ما كانش بيحصل فيها دبل اب كنا متروق. الواد صعب. الوينج خلاص، ليفت وديالو فهو- برضو كان رخم. فانت عملت ماتش دفاعي بنقط بسيطه قوي. هتجمع لعب، جمع يا حبيبي. مم. وفي الاخر ايه، انا قاري ان انت كده كده بتجمع عشان تنقل هناك. فتوح اول ما تلاقي الواد عينيه بترمش، ما انتوا مان معاه. اجري روح اقف اليمين. ما كانش بيسيبوا لهم نص سنتي. وياسر وربيعه كانوا بيعملوا برضو ايه، بتقابل والكره ما بتخلوش يلفلك ده ما يلفلكش. حصلت خطوره ساعتها. لما كانوا بيلفوا طبيعي طبيعي جدا. فهو كل اللي كانوا بيعملوه ان هم اول نقطه بيقفلوا على الوينجات، فما كانوش بيعرفوا تعملوا تحولات. واحد ميديان بلوك، فما فيش ان هم يجوا عندك بساط ولا يشوطوا شوطه كده تعبانه. هم يعتبر ما شاطوش النهارده شوطه تخوف. مفيش. كان في فرص بس ما شاطوش يعني. والنقطه الثالثه ان انت كنت عارف ان انت لو هتعمل عليهم كده هيلعبوا عليك طويل. بالظبط. فرحت عملت ايه؟ كابتن حسام. كابتن حسام مين بس؟ عشان لا كابتن لا حسام. لا حسام عبد المجيد. كابتن حسام عبد المجيد عادي. كابتن حسام بجد ده اثبت لي بجد ان هو في حاجه مفهومه. هو لا في حاجه مفهومه. هو ما كانش خايف النهارده. بس لا هو عمل حساب. هو ما كانش خايف، لا بس هو كان عامل لهم حساب ولعب معاهم صح. فاهم. لكن سلبيات طبعا حسام عبد المجيد، انا شايف ان هو كميدل حلو، بس التطليع بتاع الكوره مقلق بالنسبه لي في الهدات. احنا ما بنطلعش على الشمال، بنطلع دايما ندي النص ملعب بتاعهم. ماشي. وفي نفس الوقت ساعات بنسرح بنسيب الكوره وهم احنا عارفين هم شويطه، وكذا كوره ربنا غشاهم وقلتها لك. ربنا غشاهم. وكمان احنا لما بتعمل لنا بساطات صغيره دي بنمد رجلينا واحنا مش حاسبين. ايوه فعلا. وعملنا فروق كتير النهارده، عملنا فروق كتير قوي مع المنطقه. بس احنا برضو اتبهدلنا. انت ادعكت انت لو زنجاره ده ولا مش ابراهيم سنجاريه. زنجاري ده بهدلنا. طبعا، بس برضو انت في سرحان في الماتش. 90 دقيقه حلوه عملنا ماتش، بس انت بتيجي في لحظه لا انا خايف. هم اول ما قروك انك انت في العرضيات مصيبه، نزلك الواد نمره 9 ولا وبقى ايه، اقسم بالله بقى يعرضوا عمياني. تمام، ما طبيعي انت ضعيف في العرضيات. الواد كان يبص كده ومش بص حاجه، يعرض، يبص كده يعرض، يبص كده هيعرض بقى حته. بس احنا نجحنا اللي احنا نحط جون من فاولات بقالنا ماتشين. وده كابتن حسام بقى، ده كابتن حسام المصري. ايوه صح، كابتن حسام فرقه المصري زمان. بس هي عرضيه مش شايف يعني ان كان فيها جمله بس يعني. في لا مش جمله، بس استغلال تمركزات. بطلع وفي كره بتاعت حسام عبد المجيد اللي هي الجون طلع يطلعها، حسام نط قبليه لما كان ياسر ورا الجون كمان. اللي هو الجون قام طلع مطلعها. لا حسام يا ربي لمسها اللي طلعت بره، دي طلعت بره قوي دي. ايوه اللي هو طلع وحسام كان جابها وخدها من تحت الفوق وكذا اوفر. وانت انا مشكلتي تمركزاتنا العرضيه دي من قابلها من بعد 2007 من ايام كوبر. ايوه ومش لاقي لها حل. وانا كمان مش التمركزات في خوف. وانا زي ما قلت لك احنا بنضغط، يعني احنا بنعمل ميديا بلوك. يعني احنا من الاخر عايزين دلوقتي اما نيجي نصلح، هتصلح فيها هتقول هتمسك حسام تقول له ابوس ايدك طلع على جنب بعد اذنك، الغي الانتماء. زي ما انا بقول من الحلقه اللي فاتت في لعيبه تستحق. يعني انت امام عاشور، انا تريزيجيه النهارده مثلا، لا انا لعيب. اسمعني بس، اسمعني انت مش قلت لي قول العيوب، انت قلت المميز. سيبني اقول بقى. معلش انا عارف انت تريزيجيه من الحلقه اللي فاتت في الريل. يا جماعه شفتوا الريل اكيد شفتوا حسن قد ايه بيحب تريزيجيه يعني. فهي الفكره كلها انت دلوقتي تريزيجيه اصلا كانت اصابته اللي سمعته لما عمل اشعه هو يغيب عن البطوله. وتاني يوم لما عمل اشعه ابتدى هو يمرن نفسه. فهو نوت 100% جاهز. صح. فانا على اي اساس هو جاهز؟ كان بيعمل ايه يا عم؟ كان جاهز. كان بيفرك يقع على بطنه يعمل فاول يعمل اي حاجه. بس هو النهارده لو ركزت تسجيل لما نزل ولا كوره صح، ولا كوره والله، ولا كوره. يعني هو الحسن الوحيد انت قلت الافيه ده في القهوه، الكوره اللي تريزيجيه ولا قام شايله فيها دي ما خدهاش مرموش. كان هيشيل مرموش قال له عنك. وطبعا مش هتكلم، ما بحبش اتكلم عن التحكيم، بس يعني في يعني كام كوره النهارده كان ممكن تنهي لعيبه. يا عم نقيم يا عم الفرقه دي مش عاجباك دي كلها. لا والله عاجبني. هو هديش النووي 3 تمام وانا 5 عشان عرضيات وطلعوا لهم في العرضيات والخطوتين اللي بياخدهم بس لازم ينقل. ماشي وانا هديله 5 من 10. ماشي شوف هتبدا بقى مين. ماشي انا هبدا بحسام، هديله 7 من 10 او 8. 7 من 10. انا 7 برضو من 10. مش هختلف معاك لان في برضو كذا نقطه ايه ببطء والحاجات دي كلها. ماشي. بعدين برضو هو بيتهب منه لما بياخد انذار. كمل. ماشي. رامي ما ينفعش. ايه ما هنتشتم والله لو كلمته حاجه مش نشتم ليه؟ هقيمه بكام؟ ماشي انا هدي رامي 8 عادي. لا انا 10 من 10. ماشي. لانه عمل حاجه ما شفتهاش منه بقالي كتير، اللي هي الكوره اللي عملها امام عاشور. ايوه صح. ماشي. تصدق انا هطلع معاك ل 8. انا قايل 10 من 10. انت ال 10 انا مقفل. انا 8. ماشي كمل. ياسر 10 من 10. انا احب اللعيب الراجل. 10 من 10. هاني ده فوق التقييم.
النهارده قيموه انتوا يا جماعه، هاني فوق التقييم. قيموه انتوا يا جدعان، انتوا قيموا هاني من الاخر. ماشي. اللي بعده فاضل اللي فتوح. فتوح كوره بس 8 من 10 برضه، لان لسه بدنيا مش. هدي له 9. انا 8 من 10. ماشي. حمدي حمدي 7 من 10. مروان 6 من 10. عشان ما ظهرش. ما فيش ظهور هم كانوا بيهجموا من على الجناب فما كانش ظهر، ومصر كانت قافله عمق الملعب حلو. ماشي، بس كيسيه والناس دي بقى حددش من خطوطهم، كانوا في شوط كتير، في شوتنج كتير بيتاخروا. كان مشكلتي معاهم ان هم بيتاخروا في حته الاستلام بتاعت نص الملعب. ماشي كمل. ماشي. صلاح 6 من 10. صلاح 6. اه ده خد مان اوف ذا ماتش يا راجل. لا ماليش دعوه منه زي ماتش، انا بقيم انا 6 من 10، يخرب بيت اقل ماتش الصورة شفته ليه في والله. البطوله يعني. ماشي. مرموش 10 من 10. سبت لك الكبير للاخر. امام عاشور امام عاشور عشان اسيست 4. عشان الاسيست 4. والله معاك 4. فرقه اوفر اول كام يعني؟ تديها كام من 10؟ فرقه اوفر اول بكابتن حسام برضو. كابتن حسام اديله النهارده 10 من 10. تمام. وانا لا هنزل نص عشان امام عاشور، ونص كمان عشان تريزيجيه، اديله 9 من 10. ما انا اديله 10 من 10 انه عجبني في حته واحده، مذاكر خصم. هو مذاكره جامد قوي بصراحه. اه ماشي. الفرقه بقى نفسها كلها الفرقه النهارده نفسها 8 من 10. 8.5 من 10. ليه 8؟ قفلهم يا 9 8. 8.5 من 10. تمام اتفقنا. ماشي يا عم. خلصنا التقييم. خلصنا يا عم التقييم. هنعمل بقى ايه قدام السنغال؟ انت رايك ايه؟ ابدا انت، بحب رايك انا اسمعه. انا بص ممكن اتكلم فنان، انت كلمني على حته العقده. ماشي. انت عشان انا غاوي تاريخي. طب ابدا انت يا عم. ماشي. ايوه ماشي. السنغال عامه انا ممكن اقول لك ان بصراحه عشان تكون مستوعب، السنغال كفرقه هي اضعف من كوت ديفوار. اتفرجت عليها كتير. اتفرجت عليها. هي اضعف من كوت ديفوار، وامكانيات فرديه هي اضعف من كوت ديفوار، بس هي منظومه عن كوت ديفوار. قصدك بتعرف تكسب. هي منظومه، هي فرقه كامله يعني، في فكره بيلعبوا عليها. الكوت ديفوار كان سهل مذاكرتها. واحد انت بتنقله مش عارف ايه الكلام اللي اتكلمنا فيه ده كله، فانت عرفت تحد من خطورتها، ولما بتهاجمها زي ما احنا قلنا كانت بتتبهدل. تمام. الهشاشان الدفاعي ده انت مش هتشوفه قدام السنغال. النقطه الوحيده اللي هتبقى بليك كريدت جامده قوي هتبقى العرضيات. اشمعنى في كولوبالي يعني؟ في انت شايف ليه يعني؟ اشمعنى انت بتقول عرضيات؟ شفت انا اسف لمقاطعتك. انا ممكن اقول لو انا ما عنديش مشكله. اسمه ايه الكابتن الثاني؟ اسمه كابتن مصطفى محمد ولا كابتن حسام يعني كابتن محتاجينه الماتش ده. يعني الماتش ده الصراحه عشان بس ننهي الحته دي ما كناش محتاجين مصطفى قوي زي ماتش. لا انا مش النهارده هو 10/10 ان هو ما نزلوش، ما كانش ليه مكان بصراحه. بس ماتش السنغال انت اضعف نقطه عندهم العرضيات بكوليبالي. اضعف نقطه عندهم العرضيات. اتفرج على ماتش مالي وهم مش عرضيات بس، هم برضو نص الملعب هش قوي بالنسبه لهم. كبروا بس برضو بيشوطوا كتير قوي. عندهم بابا جاي ده. بابا جاي تاني. عندهم بابا جاي برضو غير إدريس. لا عندهم الاثنين. عندهم بابا جاي يمين ماشي شمال ماشي. مرزبة رهيب. بيشوط كتير جدا بس انا لا انا مش بطمنش بالشناوي. انا بطمن بحمدي فتحي. يا ابني كفايه يا ابني. بطمن بحمدي فتحي ومروان بصراحه. تمام. انت بقى كلمنا احساس اللعيبه وهي نازله ايه. طبعا مفيش اي حاجه ايجابيه كاحساس. ليه؟ لا طبعا ان الجيل ده هو نفس الجيل اللي من 4 سنين خرج نهائي كاس افريقيا بعد ملحمه من اول ماتش كوتيفوار دور 16 والمغرب دور الثمانيه والكاميرون نص النهائي وضربات الجزاء كمان. انت ضيعوا في الماتش وابو جبل صد الاول وخسرت. صح. وجيت تصفيات كاس العالم برضو نفس الحكايه، الشناوي صد ضربات الجزاء ونجومك ضيعوا. انت انا اللي يدعو للتفاؤل. خلي بالك السنغال من زمان يعني رخمه معاك لان هي بتحترمك جدا زي ما قلت لك الحلقه اللي فاتت. هم فرقه محترمه ولعبتها كويسه. ماني قال لك لو مش احنا يبقى مصر واحنا رايحين له بقى نتفاهم معاه. وخلي بالك رخموا عليك 2006 جامد. ايه الحلو؟ انت جبت ايه الحلو اللي انت مدربك مصري. عشان هو هي مش هيلعب واقعيه قدام. لا مش فكره كده، مش موظف يعني مش اجنبي كسب خسر ما عندوش فكره اللي انا مهما شحنت اللعيبه فانا في الاخر ده مش بلدي. لكن كابتن حسام مصري ولاعب السنغال وكسبها قبل كده. باختصارا لكلامك ما نخافش منه. انت في حاجات كتير قوي تكئبك، فانت الدافع اللي يبقى عندك ان انت عايز تلغي كل الكلام ده. وفي نفس الوقت يا جدعان هم مش احنا لازم نكسبهم عشان هم مش كذا، احنا لازم بالظبط لان هم برضو مش السنغال. وكابتن حسام اصلا شاطر في الحته. هو انجح حاجه فيها كابتن حسام يا جماعه كلها ان هو بيعرف يشحن لعيبته. وفي نفس الوقت انت دلوقتي السنغال ليست السنغال من 4 سنين. صح.
السنغال بتكسب خبرات، والسنغال عشان هم متفقين ما لعبتش بيك تيم. ايوه فعلا. يعني هي دور المجموعه الكونغو الديمقراطيه اللي خرجت من الجزائر دور ال 16. الجزائر عملت جيم عليها عظيم طبعا، وزعلنا والله اللي خسرت النهارده، بس يعني الجزائر بتبني جيل قوي جدا. كان نفسي يعني الجزائر كاس العالم الجاي جيل قوي، عندهم شباب كتير بسم الله ما شاء الله، لعيبه رقم عندها فرق. بيعمل نقله بينقل نقله كان وكمان نفسي تكمل. كان نفسي اشوف. كنت هتضايق في الديربي مع الجزائر والمغرب، كنت ليه اتضايق ليه يا عم؟ اتفرج هو فرقه عربيه هتوصل للنهائي، بس برضو انت المغرب والجزائر فرقتين حلوين، وانت نفسك تشوف الاثنين في النهائي. ماشي بس خلاص ماشي. هو هارد لك للجزائر طبعا، والمغرب كسبت الكاميرون، وان شاء الله تكسب نيجيريا عشان طارق الجزائر ويبقى نهائي عربي. وعشان ما نقابلش نيجيريا، انا خايف من نيجيريا مرعبه جدا وعرضيات، واحنا بسم الله ما شاء الله في العرضيات يعني صفر. مش هنلعب ولا ايه؟ نلعب يعني. هتكسب ولا هتعرنا؟ على حسب اللعبه. هنلعب ايه يا حاج سيد؟ هنلعب توب 10. هنعمل توس الاول. توس جنيه. ماشي ابدا انت، اعمل انت يا عم عشان ما تقولش انا مرتشي. طب ماشي، بس مش الراجل يعرفنا اللعبه. ماشي هي كده حلوه. ملك والله العظيم. ده ايه ده؟ ما لبستش الكوين وهو جالي ملك. ماشي. ايه توب 10 دي يا حاج سيد؟ توب 10 في ايه بقى؟ توب 10 في ايه؟ اكتر 10 لاعبين تسجيل الاهداف مع منتخب البرازيل. ماشي ابدا انا. انت اللي كسبان. ابدا انا. بيليه. دي نقطه بسيطه قوي، دي الثانيه دي ولا الثالثه؟ بيليه المركز الثاني نقطتين، تيفا نقطتين. اتفضل. بسيطه دي. زيكو صح. في المركز الخامس حسن 5 نقط. تمام. زيكو. نيمار. نقطه. نيمار صح. في المركز الاول 1 بوينت لتيفا. انت مش كلاسيكي. لا. زيكو دي واخدها مني عشان بقول على القهوه. لا يا عم اللي يعرف. ماشي يا عم. عايزين نطلع فوق. ماشي. مش هضربها دي. كاكا. ما اظنش. كاكا المركز ال 13. سالب 3 كده قانون اللعب. بس لو جبتها بس سالب 3. ماشي. رونالدو نازاريو. رونالدو المركز الثالث، تيفا 3 بوينت. لا انا كده 6 بوينت. كده توتال تيفا 6 بوينت. نازاريو. انا قلت نازاريو. هتقول مين؟ ادريانو. ما جابش كتير. لا جاب. ما جابش كتير. ادريانو غلط. ماشي. اقول انا. قول. روماريو صح. في المركز الرابع، تيفا 4 بوينت. انا عايز اجيب واحده 10. قول يا باشا قول. انت بتقول اسامي ميته اصلا. انا عايز اجيب حد كده قديم جامد. روبينيو. ما لعبش كتير. روبينيو غلط. ماشي. انا ممكن اريسك شويه. رونالدينيو صح. في المركز التاسع. با كده هزيمه صحيحه يا شباب في اول راوند. يعني اتمنى حد يجي من الجمهور يلعب مكان حسن. ماشي. راوند 2 ايه يا عم سيد؟ اكتر 10 لعيبه مثلوا منتخب بلجيكا. يلا بلجيكا هي حاجه من. انا اللي هبدا صح؟ فينسنت كومباني. ده هتلاقيه ما جايب بوينتس حلوه ده. كومباني في المركز 11. بدأت بنيجاتيف 1. سالب 1. بدأت بنيجاتيف 1. استنى بس بقول لك كمباني نيجاتيف 11. ده احنا داخلين على الليله وحشه. ماشي. اندرفايلد. يا رب يبقى ال 14 مش موجود. المركز الثالث تيفا 3 بوينت. اندرفايلد اكتر من كومباني. ده غريبه قوي والله. ماشي خلاص بقى يبقى نضمن يعني. خد كورتوا. ده تلاقيه يعشش. ده واحد ده. تيبو كورتوا في المركز الثامن. 8 بوينت لحسن. نايس. كورتوا تحداني يعني. كيفن دي بروين. ده يبقى اقل من كورتوا شويه. كيفن دي بروين في المركز السادس 6 بوينت لتيفا. 100 بوينت. ايدن هازارد. ما لعبش كتير. لا لعب كتير. ما لعبش كتير. ايدن هازارد في المركز الرابع. ايه ده؟ لعب اكتر من كومباني ازاي؟ ايه يا عم انت مجنون. كان في بقى شبيه اردر. ايدن هازارد كان بيلعب كتير قوي يا عم. طبعا بيتحرك. ديريس ميرتنز اللي هو مهاجم نابولي. ميرتنز 7 بوينت لتيفا. لوكاكو. يبقى في المركز الثاني. روميلو لوكاكو في المركز الخامس 5 بوينت لحسن. فيرتونخن في المركز الاول 1 بوينت لتيفا. الفرقه دي بتخلص. هروح مين؟ هروح بنفيسي يعني دلوقتي ولا اعمل ايه؟ مونيه. توماس مونيه ما اظنش. مش موجود في التوب 10. مين فيرتونخن؟ سورجان هازارد اخو هازارد الصغير. ما لعبش سورجان. الراجل الاول يا راجل. مش في التشكيله. لا مش تشكيله. هو مش عارف. مروان فلاين. ده لاعب. مروان فلايني المركز ال 12. سالب 2. لو جبت واحد 13.
ماشي، انا مفيش في دماغي حد خالص. باتشواييه. لا ما لعبش خالص ده. لا مش موجود في الليست. اقول لمين تاني؟ ناصر شادلي. مين ده؟ مش موجود لا في الليست. قول. كل واحد فيكم بقى له سترايك. يا نهار اسود، قول. بفتكر. طيب هبدا كده فريملين اللي هو كان ماسك برشلونه ده، فيرمايلن. مايلين مش في الليست. بس انا اوت، انت لو جبت دي ما جبتش دي انا كسبت برضه. سترايك. يلا حسن اخر فرصه ليك. اخر فرصه لما تخسر تاني حد او غششني انسحب حاجة. انسحب. حد غششني حاجه يا جدعان، مش هفضل كل حلقه اخسر كتير. اشتراك يا جدعان. طب هزيمه للمره الثالثه يعني. طب مين اللعيبه ممكن اعرف؟ يان سليمان. سليمان ده انت عارف سليمان ده؟ انا اعرفه. تيمو سيمونز. تيمو سيمونز ويان سليمان. ماشي الراوند دي تخلص تيفا 17 حسن 14. بس انا كسبت يا جماعه، اتمنى يجي لعيبه عشان حسن فاشل. حد يجيب ريموت الكاميرا. اديله الريموت بس عشان ادي الريموت بعد اذنك. عشان برضه هو فاشل في الريموت. اقفل الزرار الاحمر ده يا باشا، اقفل. يلا